يسعى الكيان الصهيوني للتوغل في الجنوب السوداني واضعا نصب عينيه مصر، ففي إشارة إلى حرب مياه قادمة وقعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفاقية دولية مع دولة جنوب السودان للبنية التحتية المائية والتنمية التكنولوجية، أمر رآه الخبراء خطيرا إن لم يتم تداركه. الصلات القوية ما بين جنوب السودان وإسرائيل، وسيلفا كير في أول زيارة له للخارج زار إسرائيل. الحرب في المياه عنصر أساسي في الحرب. التغلغل والوجود الإسرائيلي والنفوذ الإسرائيلي مما لا شك فيه أنه سيعيق ويعرقل ويقلل من إمكانية وحرية وحركة مصر المائية بالنسبة لنهر النيل في جنوب السودان. المتابع للوجود الإسرائيلي من جنوب السودان يراه استعماريا وفقا لخطة صهيونية طويلة المدى بامتلاك سلاح حيوي مؤثر هو الهيمنة على منابع النيل، فيه يسهل التأثير على مصر وحصتها في مياه النيل المستقبلة. عندما تدير الشؤون السياسية والتوجهات الإدارية وهيكلة الدولة والمشروعات البنية الأساسية والبنية التحتية والمطارات والنظم العسكرية وتطوير كل هذه المنظومة، من يستطيع أن يفعل ذلك إلا إذا كان له رغبة في أن يصبغ هذه الدولة بصبغته الإسرائيلية. ومن المعلوم أن الصبغة الإسرائيلية على دولة جنوب السودان موجهة تحديدا إلى دول العالم العربي أو على وجه التحديد السودان ومصر.